الاهلي بيفوز على سيراميكا 1-0. الاهلي بيلعب مباراه علشان ياخد منها 3 نقاط فقط لا غير، انما مباراه زي المباريات اللي فاتت فيها ابداع وفيها شغل وفيها لعب، لا، مباراه لاخذ ال3 نقط فقط لا غير. السؤال: ليه النادي الاهلي في الشوط الثاني تراجع؟ ليه كان في تراجع ودفاع للنادي الاهلي وسب المساحات لنادي سيراميكا يلعب زي ما هو عاوز؟ فخري لقاي اهدى النادي الاهلي فوز على طبق من ذهب. كان ممكن يجيب التعادل في الشوط الاول في كوره رقص فيها وعدل ورقص تاني وبعد كده لعبها للاعب اللي جنبه. فرصه كانت هدف على النادي الاهلي في الشوط الاول، وكان يطلع الشوط الاول متعادل النادي الاهلي مع سيراميكا. الشوط الثاني النادي الاهلي بيتراجع. هل هو ضغط بدني على اللعيبه، ولا هل هو من عماد النحاس ان هم يرجعوا يدافعوا من قدام حدود ال 18 قدام سيراميكا في الشوط الثاني؟ ده السؤال اللي عايزين نعرفه وعايزين نفهمه. كان ليه الدفاع والتراجع لغايه قدام ال 18؟ هدف للتعادل لنادي سيراميكا بيشيله ياسر ابراهيم مع صفارة الحكم، ملهاش وقت غير ان هي يتقال عليها مع صفارة الحكم. نهاية الشوط الثاني بيرجع في كرة دربكة ولعبكة في ال 18 ويتقدم الشناوي ويرجع مكانه ياسر ابراهيم، بتتلعب توصل من على حدود خط المرمى، بيطلعها ياسر ابراهيم، بيشيل كرة كانت تخلي النادي الاهلي بالكرة دي يطلع متعادل مع سيراميكا ويفقد نقطتين في مشواره للحصول على الدوري المصري. بس النادي الاهلي بالفوز ده كده ضمن 75% من حصوله على الدوري المصري. بس في حاجة انا لاحظتها، كانت قراية عماد النحاس للمباراة ان العش يطلع لغاية حدود ما بعد ال 18 لنص الملعب. لو قرب عليه اسلام عيسى او قرب عليه فخر اللقاي يطلع يغطي عليهم ويضغط عليهم، يضغط عليهم ويغطي على خط النص بالدفاع متقدم. ده اللي انا شفته. والعش نقطة مكسب للنادي الاهلي بكل فخر وجدارة مكان رامي ربيعة. فعلا محتاج حد فاهم، حد دماغه شغالة، وحد فتنس عالي علشان يعمل الدور ده. كنت بشوفه يوصل يغطي ويضغط، ولو الكرة يمين ولا شمال بيعمل فاول معاه ويرجع تاني. بس عماد النحاس مباراة قدرها زي ما قدرها، ومباراة للنادي الأهلي كسبها، مباراة لل3 نقط. هتقول لي نتيجة، هتقول لي لعب، هتقول لي مفيش شكل، هقول لك مباراة اتطلبت ان هي تتلعب كده علشان تاخد منها 3 نقط. اتلعبت ووصلت للي انت عايزه واخدت منها ال3 نقط. النادي الاهلي بيفوز على سيراميكا وبيفضل زي ما هو متصدر الدوري المصري. مبروك فوز النادي الاهلي على سيراميكا. لا، حلو المسلسل اللي اتعمل ده في مباراة الزمالك وبيراميدز. بيراميدز بيفوز على الزمالك 1-0. قمة الكرة شفناها في مباراة الزمالك وبيراميدز، وفعلا مباراة تستاهل المشاهدة والناس كلها تشوفها، حتى الوطن العربي والافريقي كله كان لازم يشوف المباراة دي من الجمال والمتعة اللي كانت فيه. والله العظيم انا ما عارف المباراة دي، يعني لو عيل صغير وجبتوه تسألوه ايه رأيك في رتم المباراة واللي بيحصل فيه، هقول لك ما بيلعبوش كورة. لا ده بيلعب كورة ولا ده بيلعب كورة، لو حد ملهوش في الكورة اساسا. ايمن الرمادي صعبان عليا، ده السؤال اللي انا بسأله ويا ريت الناس ترد عليا فيه. ايمن الرمادي يستاهل المكان اللي هو فيه حاليا مع النادي ده في الوقت ده واللعيبه دي؟ صعبان عليا يا كابتن ايمن الرمادي. مباراة من الشوط الاول بيراميدز بيجيب فيها جون بغلطة من حارس المرمى بتاع نادي الزمالك اللي كان بيطالب ان هو يبقى الحارس الاول لمنتخب مصر. كان بيطالب حسام حسن ان هو يبقى
حارس المرمى الاول لمنتخب مصر عواد، حارس مرمى نادي الزمالك. في كرة مش هنقول ان هو الكرة دي ممكن يطلعها ازاي، مش هنقول ان هو يمسكها، ابسط ما فيها ممكن يطلعها بالبوكس، ده العادي. انما كرة زي دي بيديها لهجوم نادي بيراميدز ويقول له اتفضل هالجون والمباراة تخلص 1-0. معقولة؟ دي ممكن تخش عقل اي حد ليه في الكرة وبيفهم في الكرة؟ المباراة تخلص 1-0 في الوقت اللي بيراميدز مستني النادي الاهلي يقع في اي مباراة علشان حتى ممكن يتعادل معاه ويبقى ليه اهداف ومش عايز يزود الاهداف بتاعته ويطلع مباراة مع الزمالك 1-0 في راس الحربة بتاعه، واتنين من رسان الحربة بتوعه في كور ليهم قدام المرمى يطلعوها بره. نادي بيراميدز ونادي الزمالك اللعيبه بتاعته اللي بيلعبوا في نص الملعب وانتو، واللاعب اللي بيوصل لغايه ال 18 بيشوط الكره في السماء يا اما بيشوط الكره جنب القائم. ايه التمثيل في المباريات دي؟ لا ده تمثيل بصراحه، كان قمه في الابداع اللي شفناه من اول التصوير لغايه التعليق واللعيبه في الملعب. بصراحه انا يعني اللي كان طالع بره الحوار ده الكابتن ايمن الرمادي. بصراحه انا كنت حاسس ان الكابتن ايمن الرمادي كانت هتجرى له حاجه في الملعب. يعني الراجل بيزعق والراجل بيتكلم اللعب، بس ما فيش حاجه بتتنفس في الملعب، وكأن المباراه اللعيبه اللي بتلعب دي في وادي وهو مدرب لنادي تاني في وادي تاني. بصراحه الكابتن ايمن الرمادي ما يستاهلش اللي فيه حاليا، بس مباراه فعلا بتثبت ان انت عايز تعدي لحد عديله، مستني حاجه من حد شوف جمايلك معاه هتوصله لغايه فين، هيجامله وهيوصلك بناء عليه في مباراه تانية جايه نهائي الكاس. شوفني واشوفك، عديني واعديك. الزمالك بيتغلب من بيراميدز 1-0 في مباراه قمه في التمثيل، بس الحمد لله ان النادي الاهلي بيخلص نفسه بنفسه وبيخلص مبارياته بنفسه، محدش بيخلصها له. وكفايه ان النادي الاهلي محدش ليه جمايل عليه، محدش ليه جمايل على النادي الاهلي، كل واحد عارف مكانه ومركزه. ويكفي ان اتنين حاجزين مكانهم في بطولة افريقيا وانت عارف مكانك كزملكاوي او كنادي الزمالك في الكونفدرالية، ويا ريت لو كنت حتى هتحصلها. كده النادي الاهلي شابوه على الوضع والمكان اللي هو فيه، واحنا كجمهور النادي الاهلي احنا فخورين بالنادي الاهلي بتاعنا، وان شاء الله باذن الله الدوري للاهلي، وهتعيش كومبارس وهيجي عليك الدور تدور على نفسك، تلاقي نفسك بتصارع على الهبوط.